تعال اقول لك على اهم اخبار الناس بتتكلم عنها النهارده. الناس دعبست في مشروع قانون الاسره الجديد ولقوا في احدى مواده نص بينص على انه يحق للزوجه طلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مده لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العقد، اذا ثبت ان الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقيه وتزوجته على هذا الاساس بشرط عدم وجود حمل او انجاب. كل راجل بيتجوز يخلي باله على نفسه كويس. في جسم ظهر في سيدي براني النهارده في مطروح عمل قلق للناس هناك. الحقيقه الجسم ده طلع خزان حاويه سائل ISO تانك، وهو نوع من الحاويات المستخدمه لنقل المواد الكيميائيه او السوائل عبر السفن، وليس جزءا من طائره او جسما فضائيا زي ما الناس قالت على السوشيال. بيرجح سقوطه من احدى سفن الشحن نتيجه الامواج العاليه ونقلوا الطيار للشاطئ. خطورة الجسم ده هي ان احتمال احتواء الخزان على مواد كيماوية او غازات، بالاضافة الى انه عائق ملاحي كمان. النهارده كمان سمعنا عن فيروس جديد ممكن ينتشر في العالم، فيروس هاناتا، على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. اللي حصل في السفينة دي وفاة 3 ركاب على متن السفينة وتسجيل حوالي 7 حالات إصابة أو اشتباه. حالة واحدة منهم على الأقل دلوقتي في العناية المركزة. سفينة كانت في رحلة من الأرجنتين وحاليا متوقفة قرب الراس الأخضر. فرق طبية دولية ومنها أوروبية كمان بدأت تفحص الركاب وتتابع الوضع هناك. طب إيه هو فيروس هاناتا ده؟ فيروس نادر بينتقل غالبا من القوارض، الفئران يعني. ممكن يسبب أعراض شبه الأنفلونزا وبعدها مشاكل خطيرة في التنفس. في حالات قليلة قوي ممكن يتنقل بين البشر، وده اللي مقلق العلماء حاليا. في الرياضة بقى النهاردة يوم درامي قوي. الزمالك بيفوز على سموحة بصعوبة جدا بهدف رأسية للدباغ وأسيست البرازيلي خوان الفينا بيزيرا اللي خرج مصاب بعد الهدف على طول، وجمهور الزمالك قلقان ما يلحقش ماتش نهائي الكونفدرالية في الجزائر. الفوز ده حط الزمالك على القمة ب 53 نقطة لحد دلوقتي. الاهلي كمان فاز ووصل للنقطة 50 بعد ما كسب انبي المتهالك النهارده باهداف الشحات زيزو وشرقي عشان برضه يفضل مركز ثالث. بيراميدز اتعثر وتعادل قصاد شركة سيراميكا كليوباترا ووصل ل 51 نقطة في المركز الثاني عشان نستنى كلنا آخر جولة في الدوري لحسم اللقب. دي حدوتة النهارده. سلام يا جامد.